السلام عليكم. عايزاكم تجربوا الجلاش بالطريقة العبقرية دي، تحفة جدا والنتيجة هايلة زي ما انتوا شايفينها كده. صينية تشرفك قدام اي حد. هحتاج لفة جلاش نص كيلو او اي كمية تكون موجودة عندك، ونص كوباية من السمنة او سمنة على زيت. هناخد ورقة نفردها كويس وهندهنها بالسمنة وهنطبقها على 2، وهنرجع ندهنها مرة تانية، وهنوزع عليها الحشوة. اي حشوة موجودة عندك، انا استخدمت سوداني مجروش وزبيب وجوز هند. بعد كده هنتني الجنب اليمين وهندهنه، وبعد كده الجنب التاني وبرده هنديله دهنة، وهلف رول وهقطعها على 2. يعني كل رول من ده هيديني 2 من وردتين كده من الجلاش او قطعتين من الجلاش. يلا نعمل تاني. سهلة جدا، مش هتاخد معاكي اي وقت. بدهن الورقة وبتنيها على 2، وبعد كده بوزع الحشوة وبدهن الجوانب وبلف رول وبقسمها على 2. برص الكمية كلها في صينية مدهونة دهنة سمنة او دهنة زيت، وبعد كده بوزع عليها باقي كمية السمنة اللي معايا. تدخل فرن على درجة حرارة 200 في النص على الشبكة، تقعد تقريبا 25 دقيقة. اول لما تاخد اللون الذهبي الجميل ده هخرجها على طول وهسقيها شربات بارد تقيل بارد، وهي طبعا تبقى طالعة سخنة. مقدار الشربات: كوبايتين سكر، كوباية ونص مية، نص ليمونة، رشة فانيليا. بحسب 7 دقايق بعد الغليان، بطفي عليها النور على طول، بسيب الشربات يهدى. هي طالعة سخنة بسقيها بالشربات البارد، والف هنا وشفا. شكلها تحفة، طعمها لذيذ جدا جدا، مورقة وخفيفة وتشرفك قدام اي حد. جربي الطريقة، مستنية رأيك. يا رب الفيديو يكون عجبكم. شكرا لكم، سلام عليكم.